مع الاسف مازال كنشوفوا بحال هاد القصص هادو الاخوان، هاد القصه اللي غتسمعوا دابا مازال كنشوفوهم بزاف في المجتمع ديالنا، على ان الانسان كيحكم على الواحد بالمظهر ديالو. هاد ختنا هادي جات بغات تشري واحد الصاك من هاد البوتيك هذا، قال لها المدير ديال البوتيك انت اش كديري هنا كذا، انت اش غتشري هاد، عارف واش عارف هاد الصاك هذا بشحال داير واش عارف؟ قالت له انت باش عرفتيني باللي انا ما قادراش نشري هاد الصاك وكذا وهادي؟ قال لي انا عارف بحالك انتيا كيجيو كل عام وتشردين، انت الله يكفيك داك الصالير ديالك اللي كتاخديه وكذا وهادي، انت اش قد تقربك لهاد السيكان الغاليين وهاد المتاجر اللي باهظه الثمن وكذا؟ بقى خونا كيتزايد معاها في الهضره. المهم هاد ختنا هادي بحال قلت الاخوان يعني السكرتيره ديال المتجر، وهذا مدير ديال المتجر، وهذيك المراه الكبيره هي اللي جايه تشري داك الصاك. يعني قال لها شوفي انت راه ما كتعرفيش تفرقي بين اللي غيشري واللي ما غيشريش، هذه راه باينه فيها ما غاتش. قالت لي علاش انت حكمتي عليها قبل ما تشوف؟ ممكن يكونوا عندها الفلوس وكذا. المهم داتها باش تشوف شي حاجه اخرى. المهم خونا بدا كيهضر عليه بوحديته شويه، دخلت واحد خيتي، واحد خيتي بحال دوك البنات ديال انستغرام الاخوان، دوك المشاهير ديال انستغرام، دخلت عنده قالت له انا ما عادش ما عرفتينيش وهادي وهادي، راه انا واحد انسان اللي مشهوره في السوشيال ميديا وكذا وتخربيق. قالت له شنو عندكم لي كوليكسيون جديده عندكم هنا؟ قال لها هاد الصاك هذا، ما شافت غير داك الصاك اللي نايض عليه هاد الصداع كامل. المهم قال لها صافي تستاهلي ما تستاهلي تاخذيه. وشويه الاخرى هضرات قالت لها انا اللي طالباه قبل منها وانا اللي باغا نشري. قالت لها اسكتي انت راه ما عندكش الفلوس، علاش تدخلي راسك في هذا الشيء؟ قالت لها باش عرفتيني ما عنديش الفلوس. بقاو كيهضروا. المهم قال لها صافي اسكتي دابا خلينا تنساليو مع هاد الكليانه هادي. الاخرى شاده الاعصاب ديالها بالعذاب، شوفوا كيفاش غيسالي هاد الديكور. المهم قالت له انا باغا هاد الكوليكسيون حيت المتابعين ديالي، من المتابعين ديالي عندها شي فولور في الانستغرام وتخربيق، المهم متبعين داكشي اللي كتحط، ديك الموضه اللي كتحط. قال لي هذه راه غتزيد لينا في المبيعات، خلينا نشوفوا الزبائن الحقيقيه. هي زعما هاد البنت هذه اللي جات في الاخر هما الزبائن الحقيقيه اللي كيقصد، ما كيقصدش هاد المراه هادي. علاش الانسان كيحكم على الواحد؟ المهم جات باش تخلص، هذيك المشهوره جات باش تخلص بلاكارت، ديك لاكارت ما خداماش ما فيهاش الفلوس. بقاو كيشوفوا هاد الديكورات، هاد لاكارت ما بغاتش تخدم، ما بغاتش تسحب داك المبلغ. المهم ختنا شوف دابا عجبها الحال، قالت لها شو واقيلا نجرب واقيلا لاكارت شي لاكارت اخرى؟ قالت لي لا عندي هاد لاكارت وخدامه وراه فيها الفلوس. وهاد المشهورة اصلا هي ما عندها تا ريال، اصلا هي ما عندها تا ريال. شنو غدير هاد المشهورة هادي في نظركم؟ قال لها الاخر تا هو مطور هاد المدير هذا، قال له واخا تمشي لشي اي تي ام كذا، شي صراف آلي وتجبدي وتعطينا الكاش الا كان ممكن، ما كاين واقيلا لاكارت ديالك ما كتجبدش من البوتيك وهادي، شوفي لنا شي صراف آلي برا. قالت لي ماشي مشكل، ولكن انا عندي الشغل بزاف وهادي، نقدر نعاود نرجع عندكم، جبدات التليفون ديالها، انا راه عندي كذا، راه مشهوره ها الانستغرام ديالي، واخا تصورني مع الصاك وهادي نرجع له مره اخرى، خد لي شي تصاور معاها باش يعرفوني المتابعين راني شريت من عندكم وهادي، يقدروا ترفع عليكم المبيعات يجيو يشتريو من عندكم المتابعين ديالي. خونا تعصب، خونا تعصب، شافها باللي صافي كتدخل وتخرج في الهضره، قالت له صورني، ولات باغا عاد تصور مع الصاك. يلا شوف الديكور كي داير، هو يشد التليفون الاخوان، هو يرميه ليها، وخدا ليها الصاك، قال لها خرجي عليا دابا من هنا، خرجي عليا من هنا، نتوما كثرتو، خرجي عليا من هنا، انا باغي نبيع ولا باغي نتصور في الانستغرام. المهم خرجها، جرى عليها، جرى اللي كان كيقول على ان هي لا غتشري الصاك صدق ما شرات معاه. الاخرى بدات كضحك، ديك السكرتيره اللي غادي تشري، ديك المراه باقا كتصرع. المهم تنيرفا خونا تعصب، عاد تعصب ديال بصح. شنو غايدير؟ مشى رجع الصاك لبلاصتو، رجع الصاك لبلاصتو. هي تقول لي ديك الشيباني انا راه غناخذ هاد الصاك هذا. قال لي عاوتاني انتيا؟ قالت له انا اللي غادي نشري وعندي كاش، ما عنديش بطاقه، عندي كاش، عندي الفلوس. قال لي راه ما عندك حتى حاجه انتيا، فيك على الهضره. وهي توريه الفلوس الاخوان، الزينه ديال الفلوس عندها في الصاك. خونا بقى حال عينو وحال فمو، ما فهمت اللعبه. قالت له هاك، عطاتو واحد لاكارت، ديك لاكارت شنو فيها الاخوان؟ فيها باللي هي راه هي الديريكتور جينيرال ديال الفروع ديالو اللي خدام فيهم هو، باللي راه هي فلانه هي الموديليست ديال هاد البراند هذا اللي هو خدام فيه. قال لي انا راه جيت هنا نشوف باللي الناس راه كيتشكاو منك انت بزاف، وجيت باش نشوف. قال لها انت كيفاش انت ما فهموا حتى لعبه؟ تصدم اللي راه ختنا هي المديره الجينيرال ديال هاد البراند، كما كيخليوه، ديال هاد العلامه التجاريه. هي على شطار هي اللي كدير الديزاينات وكتخرج لي ديزاين ديال الحوايج وديال السيكان وكذا.
قال لها راه الناس كيجيو كيتشكل لي، لا ما تفهمينيش غلط، هادشي كامل على ود باش نرفعوا المبيعات ديال المحل. قالت له واش غترفع المبيعات بهكا باش تبقى دير الميز العنصري ما بين هاد الكليان هذا اللي غادي تخليه يشري وهذا اللي ما غاتخليهش يشري؟ اش عرفك انت باللي ما عندهمش الفلوس ولا عندهم الفلوس؟ ولا كتبغي يعني كتبغي انت تخدم الكليان اللي جاك على كانتك نتايا؟ مثلا واحد جا لابس مزيان ما تخليهش يشري من البوتيك. قالت له انا المشروع ديالي فاتحه ماشي على هذا الاساس، فاتحه على ان كل الناس سواسيه، وجرات عليها الاخوه. وقالت لها باللي انت هي تكون لي هي المديره ديال هذا الفرع هذا. ورقاتها وصارت هي المديره، ولات هي المديره ديال هذا الفرع، هذه السيده، هذه السكرتيره هذه، حيت كتعرف تتعامل وتعاملت معاها في الاول مزيان. شوفوا كيفاش قلت لكم الاخوان باللي اللي نيته مزيانه هو اللي كيربح في الاخر. بارطاجوا المتابعه الاخوان.